وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا، لما اجينا دورنا بالقرآن الكريم عن مادة قط ما لقيناها، فقط في هذا المورد. في كل القرآن الكريم لم ترد قط أو قطنا أو متعلقاتها إلا في هذا المورد فقط. طيب نسأل أهل اللغة شنو معنى قطنا عجل لنا قطنا؟ قالوا القط على وزن جن، قط جن، وتعني قطع الشيء عرضا، يعني شيء انقطع بالعرض، هذا يسمونه قط. أما إذا قطع طولا فيسمى قد. شوف القرآن الكريم، سأضرب مثال اللي هو واحد يقول ما فهمت هذه الفكرة. عندنا هذا افترض هذه قطعة قماش، هذه إذا قطعناها عرضا شو نسميه؟ هذا قط. إذا قطعناها طولا هذا قد. إذن بالحقيقة زليخة سوت قدت قميصه، قدته طولا، هذا يسمى قد. أما إذا عرضا شو نسميه؟ واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول. قالوا القط هو أن تقطع الشيء عرضا، والقد أن تقطعه طولا، هذه وحدة. وبنفس الوقت عندنا مادة القط تعني الجائزة المقتطعة. وإحنا قلنا قطع جائزة مقتطعة من عدة جوائز، مجموعة مال الجوائز أقتطع وحدة من الجوائز وأنطل الباص مالتها، الورقة مالتها، أيضا يسمى قطا. يقول الشاعر الأعشى يمتدح النعمان بن المنذر الباهلي: وللملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلق. قطوط جمع قط. شنو قطوط؟ النعمان كان يوزع قطوط. شنو قطوط؟ يعني مثلا الصكوك مال قطع أراضي على سبيل المثال. شوف هذا يسمونها قطوط لأنه ورقة صغيرة بها جائزة. فمش يقولوا لرب العالمين قريش، يقول سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن الجوائز يوم القيامة، يخطب كأن النبي صلى الله عليه وآله يسولف يا بأكو يوم قيامة، وبيوم القيامة الناس راح تؤتى كتبها بيمينها ويتنطونهم جوائز وجنة وحور عين ونعيم. هم سووا وقفوا يستخفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، دين ماكو، أخلاق ماكو. شو يسوون؟ قالوا له بلك تستدعينا ربك حتى ينطينا قطمة هسه. قطمة شنو قطمة؟ يعني حصتنا مالت النعيم، مالت الجنة، الحصة مالتنا، الجائزة مالتنا، خلي نعطيناها بالدنيا، بالآخرة ما نريد. شوف شلون احنا بالآخرة ما نريد، بلكي تعطينا اياها هسه بالدنيا. وقالوا ربنا، شوف شلون مستخفين، عجل لنا قطنا هديتنا قبل يوم الحساب. يوم الحساب ما نريد. عجيب ايش قد حليم رب العالمين، حليم. تصور انت لو واحد من ابنائك، تضرب مثال، يتكلم وياك بهاي الطريقه وانت لك سلطه عليه، شو تسوي؟ لتلصقه برايد تفروشها مرتين. بس رب العالمين شنو؟ حليم. الحليم هو الذي لا يغضب، ما يعجل بالغضب. شنو هو؟ يضمها لهم، بسيطه هذه. شوف الفكرة شلون؟ فالنصل قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. مستخفين الجماعة، هواي مستخفين. فالنص يقول اصبر على ما يقولون، إن شاء الله نبينها في الدرس القادم. اصبر على ما يقولون. وبدأ بذكر المثال الأول مع الملك الأول، لأن قلنا هذه سورة الملوك. قال واذكر عبدنا داود. راح نسولف على داود في الدرس القادم، لأنه ذكرنا مجموعة من الملوك الطواغيت الآن عرضا ذكرناهم. مثلا ذكرنا قوم نوح قوم اللي كانوا ملوك وعاندوه، وعاد أيضا اللي قوم كانوا عاد شخوص عاد اللي هم وقفوا ضد هود، وكذلك فرعون كان ملكا، وقوم ثمود وقفوا بوجه صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقفوا ضد شعيب. هذا مثال للملوك الفاشلين. في الدرس القادم سنقف عند أمثلة قرآنية عن الملوك الصلحاء. من هم الملوك الصلحاء؟ ليش النص يقول للنبي، يقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود؟ شنو سالفة داود بالضبط؟ سنفصل القول في داود
وفيما يتعلق به في الدرس القادم إذا شاء الله تبارك وتعالى.